قابله في الاماكن نسلم عليه وكل حاجه لغايه ما غلطت غلطه في منتهى السذاجه. يعني غلطت غلطه وبعديها بقيت اشوفه في الاماكن نفسي اسلم عليه، محرجه اسلم عليه. وحشني جدا وهو يقول لي حبيبه قلبي وازيك وعامله ايه وازاي ماما وازاي خالتك وازاي. وكنت بتكسف جدا جدا ان انا كنت بيبقى نفسي اسلم عليه زي ما كان نفسي اروح الجنازه بس مكسوفه. مكسوفه لاني جيت في وقت من الاوقات دايما يعني انا انفعاليه وبنفعل بسرعه قوي عشان غيري، ودي حاجه مش لطيفه ابدا، وحاجه سببت لي مشاكل كتير قوي. وانا يعني وصلت 50 سنه ومش عارفه اتعلم منها، معرفش ازاي ان انا اتحمق قوي عشان غيري، وخصوصا لو انا صنفت الحكايه على قوي وضعيف. ففي وقت من الاوقات هو كان بيهاجم موضوع المهرجانات ده بشكل رهيب، وانا بالنسبه لي في الاول يعني خالص طبعا مش دلوقتي، يعني كان مطربين المهرجانات بالنسبه لي ناس يعني طالعه عايزه تعمل حاجه وعايزه تفرح الناس وعايزه تعمل، فليه نقف في رزقها؟ دي كانت وجهه نظري يعني. طلعت غلط بعد كده، وهو طبعا طلع صح جدا.